قناة خضر إسماعيل تقدم يا ليل يا عيني يا عيني يا ليل يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليل يا نهر يجري في حالي غير لي أحوالي يا عشاق بتجمعنا بالحب ساكنها بالحب سكناني اللي بنى مصر كان فنان عاشق وغاوي اللي بنى مصر كان ولد مجدع فتوة حقاني اللي بنى مصر كان شهم وجريء وشهمته عجباني اللي بنى مصر كان صنايع شاطر بيحب صنعته ساحر وحاوي اللي بنى مصر كان أستاذ ومتعلم وفيلسوف وحكيم طبيب جراح يجرح وبيداوي اللي بنى مصر كان فارس شجاع بيحبها ولأجلها بيضحي بالعزيز والغالي هم دول ولاد مصر عشاقها وحبايبها ومصر دايما هتبقى فوق في العلالي اللي بنى مصر كان فنان عاشق وغاوي اللي بنى مصر كان فنان عاشق وغاوي عاشق وغاوي حكايات المحروسة يحكيها لكم خضر إسماعيل. كان يا مكان يا سعد يا إكرام ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هتحكي لنا إيه النهاردة يا جدو؟ مع التاريخ نبدأ ومع التاريخ نتوقف، وفي كل الأحوال نحن معكم في حكايات المحروسة. تفضل يا أستاذ خضر. برضو مش ننسى ان الراجل ايوه كان بيفكر في اصلاح حال الترع والمصارف واصلاح حال الري علشان الزراعة تنتعش وتزيد والحكاية تبقى افضل واحسن، وكان بيسعى برضو للصناعة كمان، ولكنه كان مهم جدا ومولع جدا بالتفكير في انه ينشئ جيش قوي، واخد يدخل يفكر في الحكايه دي على مراحل، ما دخلش فيها مره واحده، فضل يفكر في الجيش اللي هو منه الشراكسه ومنه الاتراك فلقى ان هذا الجيش بالشكل ده مش هيبقى مواكب ولا نافع ليه والفكره زي ما يعمل جيش نظامي، فبدأ يفكر في عمل الجيش النظامي. لكنه لما جاء يعمل الجيش النظامي وجد ان الاتراك والشراكسه مش هيبقوا منضبطين مع الجيش النظامي، فبالتالي بدأ يفكر في مين؟ في المصريين. بدأ يفكر في المصريين في انهم يدخلهم الجيش
في بادئ الامر بدأ المصريين يقاوموا هذا الكلام على اعتبار ان هم فهموا ان دخول الجيش معناه عمل من اعمال السخرة والتسخير. لكن مع مرور الوقت عرف المصريين انها مش سخرة ولا تسخير، ولكنه دفاع عن الايه؟ عن الوطن. وبدأ محمد علي يشكل نواة الجيش المصري، وده كان مهم جدا ان يبني جيش وطني قوي، وده ما سعى عليه محمد علي بصرف النظر عن الاهداف اللي من وراءه والنيات ونية محمد علي في ذلك، ولكنه هو اسس لعمل جيش نظامي مصري قوي. حقه نقول كده، ده حصل. طيب هو بقى في سبيل محمد علي في سبيل يعني تحقيق اهدافه ده كان بيستعين باشياء، حاجات بتساعده. فكان بيستعين بالعلم، كان مؤمن قوي بحكايه العلم والتعليم، وبدأ يفتح مدارس ابتدائيه ومدارس عليا في مصر. وفي نفس الوقت كمان بدأ يبعت بعثات للخارج عشان الناس تتعلم. بدأ يبعت بعثات في ايطاليا عشان الناس تتعلم العلوم العسكريه والعلوم الحديثه في ايطاليا الاول. وبدأ ياخد طلبه الازهر اللي موجودين، لان كانوا موجودين في وقت الطلبه اللي كانوا موجودين هم طلبه الازهر، فبدأ ياخد طلبه الازهر الازهريين يوديهم في بعثات. بدأ يبعت بعثات في انجلترا وبعثات في فرنسا، وتنوعت البعثات عشان العلم. طبعا احنا عارفين كويس قوي من البعثات دي منها ناس كتير نعرفها، وناس كان لها دخل كبير ومساهمة كبيرة في النهضة المصرية، زي رافع الطهطاوي، وزي علي مبارك، وزي غيره وغيره من المبعوثين المصريين اللي جم بعد كده واشتغلوا في السياسة واشتغلوا في العلم في مصر وأسسوا النهضة المصرية الحديثة. فاستعان محمد علي بالبعثات في كل اتجاه، في كل الاتجاهات. وبرضه بدأ يفكر في انه لازم يبقى له اسطول، هو عايز يمسك اسباب القوة، عايز يبقى عنده قوة ويبقى قوي في المنطقة اللي هو موجود فيها، فعايز يمسك بأسباب القوة كلها، جيش نظامي واسطول. فبنى الترسانة اللي هي موجودة في اسكندرية عشان تبني له السفن على أساس سليم، وعلى أساس زي الأساس الأوروبي كده، يبقى في أسطول مصري قوي، يبقى في جيش قوي وفي أسطول مصري قوي. وهذا ما تحقق لمحمد علي بالفعل. بقى عند محمد علي أسطول قوي وأسطول وجيش قوي، وبدأ محمد علي كقوة عالمية موجودة في المنطقة، وبدأ يتوسع في نفوذه، فتوسع في إفريقيا في الجنوب لغاية ما وصل لمنابع النيل، ثم توسع بعد ذلك دخل في الشمال ووصل لغاية بلاد الشام. بقى محمد علي بيتوسع حوالينه وبيكون الامبراطوريه، ودخل لغايه اخذ جزء من الحجاز وساعد الدوله العثمانيه في انه يقهر الحركه الوهابيه اللي كانت موجوده فين؟ في السعوديه، واستقر في جزء من ارض السعوديه وقعد هناك محمد علي. المهم اتسع ملك محمد علي واتسعت ملكة والولايه بتاعته، وبدا محمد علي يطمع في الانفصال عن تركيا، بل بدا يطمع في تركيا نفسها. محمد علي خد حروب كتير، خد حروب كتير قوي، وفي نهاية الأمر بدأ يهاجم الدولة العثمانية، هاجم الدولة العثمانية فعلا، ودخل الدولة العثمانية ودخل القسطنطينية واحتل القسطنطينية. إلا أن محمد علي كان مازال حتى الوقت ده تحت الولاية العثمانية، فالولاية العثمانية العثمانيين استعانوا بإنجلترا وفرنسا ضد محمد علي. يبقى الدول الأوروبية تدخلت مع الدولة العثمانية علشان تقضي على نفوذ محمد علي. المتأمل للوضع اللي احنا فيه ده ويبص ويقول ماذا لو أن محمد علي كان استبقى قوة الأسطول واستبقى قوة الجيش، وحاول يتعامل معهم بحنكة شوية، وما وضعش نفسه تحت درس القوة الأجنبية عشان تقضي على الأسطول وتقضي على الجيش. أظن كانت مصر قوة عظمى في ذلك الوقت، وكانت بقت قوة عظمى،
من القوى العظمى الكبيرة. يعني كان لما يمر علينا فيما بعد الحرب العالمية الأولى ولا العربية كنا احنا هنبقى من القوى الكبيرة في العالم، وده كان يختلف تماما، كان يغير الأوضاع تماما. ولكن محمد علي لأن زي ما اتفقنا أنه هو كان بيسعى لتأصيل وتمكين نفسه وأولاده في الأرض بكل الطرق، فكانت بتفوته حاجات. مثلا ما لو هو ما كانش تابع للولاية العثمانية في وقت ما دخل القسطنطينية، ما كانش انجلترا وفرنسا اندفعت ورا الدولة العثمانية علشان تقضي عليه. ولكن برضو نرجع ونقول ان انجلترا وفرنسا مش من مصلحتها ان حد يبقى موجود في هذه المنطقة، منطقة الشرق الاوسط دي، وفي مصر بالذات بالقوة دي. فكانت في النهاية برضو هتقضي عليه، كانت لازم تتآمر ضده وتقضي عليه. محمد علي الأسطورة، الحقيقة، تاريخ والقيادة. محمد علي العجيب الغريب، لا انت قادر تكرهه ولا انت قادر تحبه. مش قادر تحبه لأنه مش منك وما بيسعاش بجد من قلبه يعني ومن تفكير على انه يرفع راية مصر. ومش قادر تكرهه لأنه عمل حاجات كتير لمصر وأسس كيان وبنيان الصناعة المصرية والزراعة المصرية الحديثة اللي احنا بنينا بعد كده عليها، وأسس الجيش المصري اللي هو فخر مصر وأبناء مصر حتى الآن. فما تقدرش تكره لكن برضه ما تقدرش تحبه، لأن النوايا ما كانتش حبا للوطن والمصر. لكن في نهاية الأمر يظل محمد علي هو محمد علي، باني مصر الحديثة. يتكلم على حتى الصحافة بعد الحملة الفرنسية لما جت وثابت، بدأ هو يأكد على مسابته الحملة الفرنسية، ويبقى في حاجة اسمها الوقائع المصرية، الجريدة المصرية الرسمية لغاية الوقت، وغيره وغيره في مطبعة بولاق، وبدأ يستغلها ويشغلها ويعملها. حتى الصحافة محمد علي كان ليه دور في وجود الصحافة. لكن عهدنا به عهد كل إنسان، لابد إنه ليه نهاية، وإنه ما فيش واحد فينا مخلد، ولازم هيبقى في النهاية في وقت يموت الإنسان فيه، ده طبيعة، حاجة طبيعية. محمد علي لما جاء في آخر أيامه اتضرب ضربتين في وقت واحد. محمد علي كان بيعتمد على إبراهيم باشا. إبراهيم باشا ده أكبر أبناء محمد علي، والحقيقة إبراهيم باشا ده قائد عظيم فعلا، يعني قائد عظيم وحاجة يعني كبيرة جدا. يعني لما نيجي ويمكن انظلم ليه؟ يعني إبراهيم باشا انظلم لأنه كل فتوحاته وشغله كان تحت راية محمد علي، مفيش استقلالية لإبراهيم باشا في الحكم. ولما جاء ينتهي حياة محمد علي كان إبراهيم باشا مرض شديد جدا وكان تعبان قوي. يعني تم علاج إبراهيم باشا، لكن أصيب بقى محمد علي بالخرف اللي هو الزهايمر يعني، وما عادش قادر على إنه يتولى الحكم. فتولى إبراهيم باشا الحكم بعد أبوه، بس ما قعدش كتير، قعد 6 شهور وتوفى. وكان أبوه موجود لسه، ما كانش مات، أبوه مات بعده. يعني سنة 1848 عيا إبراهيم باشا، بعدها بشوية مسك إبراهيم باشا مكان أبوه مات بعده ما توفى إبراهيم باشا سنة 1849 مات محمد علي باشا. ولذلك إبراهيم باشا لم ينل حظه الحقيقي مما يستحق من فتوحاته الكبيرة، لأنه هو كان قائد الجيش، كان قائد الجيش في ذلك الوقت إبراهيم باشا. يمكن يكون لنا مرة تانية مرحلة تانية وقفة مع إبراهيم باشا نتكلم عن إبراهيم باشا، ولكن النهاردة احنا بنقف فين؟ مع محمد علي باشا، باني مصر الحديثة. له ولا عليه؟ له ايه وعلى ايه؟
هنقول هو اللي خلص مصر من دربكة المماليك، مين يحكم ومين ما يحكمش، صح. هو اللي في النهاية حكم مصر، بس بعد ما شفاها بقى، قضى على المماليك وقضى على الايه، على المصريين الاثنين. عامل زي المثل الدكتور بتاعت الدكتور لما قال للراجل معلش سامحني احنا اضطرينا نضحي بالجنين وامه عشان تعيش انت. محمد علي عامل كده، خلنا نقف قصاد هذا الموقف ونقول مفيش بقى رد للجميل، مفيش وفاء. ما هو كده مفيش وفاء لما تقتل اللي قعدك على الكرسي، مش تقتله يعني، لما تقضي على اللي قعدك على الكرسي مفيش وفاء. فهو ده اللي عمله محمد علي. مبدأ السياسة عن إن ليس في السياسة، محمد علي قال كده، ليس في السياسة وفاء، بفعله مش بيقوله، لا بفعله، ليس في السياسة وفاء. وبعدين السياسة غدر وخيانة، أيوة، وهذا ما عمل محمد علي لما غدر بالمماليك وذبحهم 400 بني آدم وأكتر في ساعة واحدة وفي وقت واحد، من غير ما تهتزلوا جفن، قتلهم كلهم. وده ما فيه، قتلهم غدر وغيلة وبالحيلة. وده معناه ان السياسة فيها غدر وفيها خيانة. يبقى الامر واحنا بنحكي الحكاية ما لمحمد علي وما على محمد علي. محمد علي بعد كده ايوه شق الترع والمصارف وعمل القناطر ونظم حركة الري وخلى الزراعة تزدهر في مصر، وبدأ يفكر في إصلاح الزراعة في مصر، وفعلا أصلح كثيرا من حال الزراعة في مصر، وبدأ يتكلم عن الصناعة وأصلح كثيرا من حال الصناعة. بدأ يصنع الذخائر والأسلحة في مصر، وده من مصادر القوة في مصر. ما له هذا ما له. أرسل البعثات علشان المصريين يتعلموا العلوم الحديثة وعلوم العسكرية وفنون القتال والحاجات دي. أيوة حصل. كون جيش مصري قوي، أيوة حصل. عمل اسطول مصري قوي، أيوة حصل. كل ده حصل بالفعل. لكن في النهاية كانت أطماعه وما ينويه من نيات وراء الخسائر التي انتابت بعد كده الأسطول المصري، وانتابت بعد كده في الحياة المصرية والجيش المصري. لكن ظلت هذه الأشياء موجودة وثابتة. نعم ظلت هذه الأشياء موجودة وثابتة، وظلت مصر فيها صحافة وفيها مطبعة بتطبع في عصر محمد علي. أيوة. وبدأت مصر في ريادتها الدائمة للمنطقة في أيام محمد علي. صح، ده حقيقي، ده كلام ما نقدرش نخبيه أو نداريه. وفي النهاية نقول إيه؟ مر الزمان وعدى من 1805 واحنا 2024، يعني كام سنة؟ يعني عندك 200 سنة، 230 240 سنة عدت على حكم محمد علي لمصر وعلى الأسرة العلوية عموما لغاية سنة 1953 لما تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. يعني ظلت هذه الفترة من 1805 حكم الدولة العلوية من 1805، يعني 95 سنة لغاية سنة 1900، وكمان ضيف عليهم 52 سنة، يبقى عندك 140 142 سنة، وانتهت الدولة بعد 142 سنة. انتهت الدولة العلوية بآخر ملوكها اللي هو فاروق الأول، وبعدين أحمد فؤاد الثاني، أحمد فؤاد الأول اللي هو ابن الملك، ابن فاروق. كده انتهت الدولة العلوية. طبعا احنا مش هنتكلم بقى عن كل الدولة العلوية ونقول بعد ما مات إبراهيم باشا وتولى الحكم من بعده طسن، ثم من بعد طسن عباس حلمي الأول وإيه اللي جرى، وبعد كده محمد سعيد باشا وهكذا. مش هنتكلم بقى ونحكي الحكايات اللي دارت في أسرة محمد علي متتالية بعد كده، لأن كل شخصية منهم
تحتاج لها ايه حلقة من الحلقات، تنفرد لها حلقة عشان نتكلم ايه عنها. لكن في نهاية الأمر هنقول هي فترة من فترات الحكم في مصر، وهي هذه الفترة أسست بالفعل لمصر الحديثة فعلا. مصر، لأن لو بصيت للفترة دي هي الفترة اللي خرجت فيها مصر من حكم المماليك ومن حكم العثمانيين ومن حكم حتى الحملة الفرنسية، بدأت مصر تستقل بذاتها كدولة بيحكمها شعبها وناسها، بصرف النظر عن ان الوالي مش من اهلها، لكن في الغالب كل بقية الناس اللي موجودين هم مصريين. وكده نقدر نقول ان مصر قدرت تسترد جزء كبير قوي من استقلالها ومن انها من مقدراتها وقدرتها على تسيير الحياة. بعد كده هيحصل ما يحدث، ايوه، ويحصل فيه احتلال موال تاني نبقى نتكلم فيه في حلقات اخرى. لكن يبقى ان نقف الان امام محمد علي باشا، ذلك الألباني الذي ولد في قوية وجاء من مقدونيا عشان يحكم مصر عن طريق الخلافة العثمانية، عن طريق السلطنة العثمانية، ثم يستقل بحكم مصر. ماذا نقول؟ يعلمنا التاريخ، والتاريخ خير معلم، أنك لو قصدت هدفا شخصيا مهما عظم فلن يجدي، إنما لو تكلمت عن هدف قومي وخدت في اعتبارك هذا الهدف القومي علشان تحقق من وراء إنجازات، سيبقى هذا الهدف مهما حدث ويتعاظم ويتعاظم. التاريخ بحلقاته قالت كده، ولذلك الفراعنة اللي حكموا مصر قديما، القدماء المصريين، ما زالوا حتى الآن باقين. ليه؟ لأنه كان بيحكمهم في ذلك الوقت حبهم لهذا البلد وهذا الشعب والمقدرات هذا الشعب عشان يبقى هذا الشعب، ولذلك حضارتهم ما زالت باقية. محمد علي عمل إنجازات، لكن هذه الإنجازات لم تحقق ما كان مرجو منها. لماذا؟ لا لشيء إلا لأن الهدف كان شخصي لم يكن قومي. لو تحول الهدف إلى هدف قومي لتغيرت الحكاية، وتلك هي النصيحة، أو تلك هي الحكمة اللي بناخدها من الحلقات أو من حلقة محمد علي دي. ولكن سنقول سلاما محمد علي، خلاص، سلاما محمد علي، بيننا وبينك التاريخ يحكم بيننا. وفي النهاية للتاريخ مقولته الفصل فيما حدث في مصر في عهد الدولة العلوية حتى الآن. ولكن برغم كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء تبقى مصر، ستظل مصر باقية، سواء حكمها العلويون أو غير العلويين، وسيظل شعب مصر باقي وقادر على صنع المعجزات على هذه الأرض، وقادر على تحويل مصر جنة بنيل مصر وبسواعد أهل مصر وبقدرات شعب مصر. فمصر باقية ما بقي الزمان، خالدة دائما أبدا. تحيا مصر ويحيا شعب مصر. أحبائي الصغار والكبار، متابعي محبين، كنت معكم أتحدث عن محمد علي باشا، بين قوسين باني مصر الحديثة، وبعدها علامة استفهام وعلامة تعجب. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان وياما كان وياما كان جنة البلدان، تاج راس الزمان، مليانة حكاوي. كان وياما كان
جنة البلدان وتاج راس الزمان، مليانة حكاوي راح يحكيها جدي وتقولها لي ستي ويرددها الزمان، راح يحكيها جدي وتقولها لي ستي ويرددها الزمان. وكان 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 وياما ياما كان في كل يوم جدي يحكي لنا حكاية حلوة ولا الأحلام حلوة ولا الأحلام. وكان 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 وياما ياما كان وكان 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 وياما ياما كان. حكايات المحروسة يحكيها لكم خضر إسماعيل.